بصوا عليه كده، فهو والجهاز الفني بيبصوا عليه كويس. قال لي على وليد ده، اتفرجت على وليد، عجبني الصراحه بس انا رايي انا مش صاحب قرار، لكن هو عجبني كلاعب كوره كسن. انت تبص على مميزات كتير جدا موجوده في وليد ده. المهم تابعت وليد ده، وفي نفس الوقت اللي بتكلم فيه على وليد جالي محمد العاصي برضه اللي هو وكيله شغال معانا في النادي الاهلي، قال لي في لعيب في المغرب كذا 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 هو وليد. فخدت الحاجات دي كلها اديتها كابتن حسام اتفرج على الولد ده، اتفرج عليه، وكابتن سيد معوض واحمد ايوب اجتمعوا ان الولد كويس بس الموضوع هدي شويه. انا فضلت متابع وليد كويس تقريبا كل مباراه بيلعبها في المغرب الدوري المغربي متابعه اهداف متابعه كويس قوي. بس احنا ما بنتفرجش على اهداف بس يا كابتن احمد، انا بتفرج بقى على اللعيب كل حاجه بقى. نعم. انت مش هتجيب لعيب على الفيديو زي ما قال كابتن حسام وتيجي، لا اتفرجت عليه كله بقى، اتفرجت على الماتشات كلها، بتتابعه متابعه كامله. نعم. والحمد لله اني ركزت مع وليد كويس قوي، وكابتن حسام الولد كويس، وهو في نفس الراي قال لي علاء الولد كويس. المهم بقيت اتابع وليد، اتاخد منتخب اول مغرب. يعني بس هديك بسرعه كده السيره بتاعت اللعيب ده عشان تعرف لما تيجي تجيب لعيبه كابتن احمد تبص ازاي عليه. اولا اللعيب ده ثاني سنه لعب دوري ممتاز، ثاني سنه جاي من دوري درجه ثانيه في المغرب، لعب مع الدفاع الجديدي سنه، هداف الفرقه، هداف الدوري. خلينا اقول ارقامه. هو لعب مع الدفاع الحسن الجديدي، خدوا المركز الثاني في الدوري العام، مسجل 12 هدف منها ضربه جزاء، مصنع 5 أهداف، شارك في 17 هدف من إجمالي 45 هدف سجله الفريق، سجل 9 أهداف مع منتخب المغرب للمحليين في 13 مباراة. هيرفي رينار بدأ بيه أساسي في التصفيات أمام المنتخب الكاميروني، وسجل هدف لكنه كان هدف من تسلل. اديك انت قلت السيره بتاعت اللعيب ده اللي هو انت لما تيجي تجيب لعيب بتبص تاريخه ايه عشان ما تجيبش اي لعيب. ده لعيب تبقى متحمس تجيب حاجه زي كده. لما تعرف بقى كمان صفاته بره الملعب وجوه الملعب، وهو عايز يبقى كويس ولعيب صغير، وده بالظبط من 3 لعيبه في المنتخب المغربي بس من الدوري المحلي. مظبوط. كل الباقي ما بياخدش حد معاه بالظبط. وتهاجم على فكره في المغرب، قال لهم لا ده هيبقى راس الحربه بتاع المغرب. لعيب صغير، لعيب هداف، مجتهد جدا. اما سافرت المغرب انا كمان يا كابتن احمد جبت كل حاجه خاصه بيه. يعني انا سافرنا مع اتفاق مع كابتن حسام طبعا ولجنه الكوره، سافرت انا ومحمد على محمد جمال عاصي على وليد. جبنا كل حاجه على وليد، شفته بتمرن، كلمته كان مع رئيس النادي، وتقريبا خلصنا كل حاجه. لكن وقتها كابتن حسام قال طيب نرجع بقى وايه عشان ناخد القرار النهائي، وحصل الحمد لله ان احنا اتكلمت مع رئيس النادي واتكلمت مع اللعيب نفسه. كمان الحاجه المشجعه كابتن احمد ان هو الولد مرحب جدا وفرحان جدا ان هو جاي النادي الاهلي، ودي خطوه كانت في صالحنا احنا طبعا، لان رئيس النادي الاهلي اسم كبير بالظبط. رئيس النادي مش عايز اقول لك مبسوط قد ايه، وقال انا فعلا نفسي يبقى في توأمه بيننا وبين النادي الاهلي. الولد خلص رسمي يا كابتن علاء؟ الحمد لله كله تمام وخلاص هيجي عشان نعمل الكشف الطبي وكل حاجه تبقى تمام الحمد لله، ويبقى موجود مع النادي الاهلي. اتمنى يا رب ان شاء الله كل التوفيق ليه ويندمج مع فريق جميل. خلينا ناخد لك بعض الرسائل كابتن علاء، عندنا رسائل كثيره جدا. نادر نبيل بيقول لك كابتن علاء مش قال اوان احنا بقى نغير طريقه اللعب، وحاطط لك التشكيل يعني اكرامي وفتحي وسعد وحجازي ومعلول عاشور وهشام محمد، خلاص صالح جمعه واجاييه والشيخ وازارو كمان، يعني مظبط لك الدنيا يعني. احمد زكريا عبد الرازق بيقول لك مساء الفل يا كابتن علاء، هل الاهلي هيخلص صفقات تاني ولا اكتفى بكده؟ صفقات تاني انا موضوع صفقات ده انا بس هو وليد ازارو اللي انا مع انتفاع مع كابتن حسام خلاص، لكن دايما الصفقات الجديده مع كابتن حسام البدري. طيب محمد عطا بيقول لك متعب حرام عليكم اقسم بالله، ده لعيب جيد و5 دقايق و10 دقايق ما يكفوش لمتعب يا كابتن علاء. متعب انا رايي فيه معروف يا كابتن احمد، متعب ما فيش راس حرب موجود في مصر كلها في المكان ده زي احمد متعب. هاني صالح سلامي للكابتن علاء، وبيقول عندي اقتراح لتطوير التحكيم المصري، هيكون سابقه عايزك تتبنى الاقتراح ده او عايز تتواصل معانا. هاني صالح من بني سويف، ابعت لنا اقتراحك يا هاني، بس اقسم بالله بقى يعني فوق قسمك انه لو عملت ايه طول ما التحكيم بالشكل ده عمرنا ما هنتقدم خالص. ده من عندنا، ده مش رساله. احمد وهبه عايز اعرف الاهلي هيجيب مين الافريقي الرابع؟ هو في رابع؟ انا كنت عايز اسمع منك دي، شكلها فيها رابع كده. يا ريت. طيب نظام انطوي ايه يا كابتن علاء؟ لا انطوي مش موجود في النادي الاهلي. مش موجود في النادي الاهلي. طيب سؤال اخير قبل الفاصل. احمد عبد الفتاح، لو الاهلي لعب بطريقه كنت يا كابتن علاء وكانت الحريه اكتر